واحدة من أهم المفاهيم اللي مهم توصل للأطفال من حتى وهم صغيرين من 2 و3 هي الخصوصية. الخصوصية هي جزء أساسي في التربية الجنسية، بجد احنا محتاجين نركز على الحتة دي كويس جدا. يعني ما ينفعش نغير هدومنا بشكل كامل قدام ولادنا، لازم يكون في خصوصية في الحتة دي. ما ينفعش كمان يبقى ابني لسه صغير وافضل اغير الحفاضة بتاعته قدام كل الناس. دي برضو نقطة مهمة، مهم ناخد بالنا منها، لان في امهات فاهمة ان طالما طفل صغير عادي كله يقف يتفرج عليه، لكن ده غلط جدا. كمان ان احنا نخبط على ولادنا قبل ما ندخل الأوضة. الحتة دي بتخليهم يحسوا ان هم مهمين وجسمهم مهم، وده بيحميهم على فكرة من التحرش بعد كده، لان هم بيدخل لهم قد ايه جسمهم مهم وليه خصوصيته لما احنا بنحترمه ولما احنا بنخبط. يعني دي نقطة مهمة، نخبط عشان يوصل لهم ان اللحظة اللي هم بيغيروا فيها هدومهم دي لحظة خاصة ومحترمة، واحنا كمان مهم نحترم اللحظة دي وخصوصيتهم فيها. يفضل جدا جدا ان الاب والام ان هم ما يظهروش المناطق الخاصة بتاعتهم قدام ولادهم، حتى لو من نفس الجنس. يعني مثلا في اباء يقول لك طب ما ده ولد زيي اغير كل هدومي قدامه، او دي بنت زيي، ايه المشكلة، ما احنا بنات زي بعض. لا، ده مش هينفع، علشان ده بيكسر الخصوصية عند الاطفال. وكمان ما ينفعش يشوفونا واحنا من غير هدوم خالص، لازم نكون لابسين هدومنا والمناطق الخاصة بتاعتنا مش باينة في البيت. في اي وضع لازم يكون ده اللي بيحصل في بيوتنا. كمان مهم ما نسمحش لحد ياخد الطفل ويشيله على رجله، برضو احتراما للطفل وحفاظا عليه من اي تحرش جنسي. احنا لما نحافظ على اولادنا احسن ما يحصل حاجة وبعد كده نرجع نندم. فخلينا ناخد بالنا ويكون عندنا قواعد ماشيين عليها وملتزمين بيها مع اي حد، لان ده اللي هيخزن جوه الطفل في عقله الباطن ان جسمه ده مهم، وان ما ينفعش حد يشوفه او ما ينفعش حد يلمسه او ما ينفعش حد يشيله بطريقة معينة. خلي بالكم، الطفل بيبص علينا وبيشوف اللي احنا بنعمله وبيشوف طريقتنا معاه وبيخزن بناء عليها أفكار عن نفسه وعن جسمه. لأن احنا أوقات بنطالب الأطفال إن هم يحافظوا على نفسهم بره، وإن محدش يلمسهم ومحدش يشوفهم، في حين إن احنا في البيت كسرين كل القواعد دي، وده غلط جدا. عشان كده لازم ناخد بالنا، هل أنا واخدة بالي من مفهوم الخصوصية؟ هل أنا بحترم ولادي في البيت؟ هل أنا يعني في أمهات مثلا وأباء بيدخلوا على ولادهم الحمام، وده غلط. لازم يكون في احترام لكل وقت الطفل يكون وحده أو بيلبس. أنا عارفة طبعا هنقول إن في أمهات بتحمي ولادها سن 3 و4 سنين و5 سنين، ما فيش مشكلة في ده، لكن أنا بتكلم على وإحنا مثلا الطفل أكبر وفجأة لقى حد مثلا داخل عليه وفاتح باب الحمام عليه، ده كله بيوصل له إن أنت مش مهم وإن جسمك مش مهم. مفهوم الخصوصية واحد من أهم المفاهيم اللي لازم توصل لولادنا، علشان ده اللي بيساعدهم إن هم يحافظوا على نفسهم صح.